حقيقة بعض النقاط المهمة في هذه الحرب ولا هذه المواجهة في الشرق الأوسط. السؤال الأول اللي كيطرح عند كثير من عامة الناس: علاش أمريكا ما ساعداتش وما عاوناتش دول الخليج باش تحمي ليهم الأراضي ديالهم وتحمي ليهم الأجواء ديالهم؟ علاش شفنا كثير من هذه الفيديوهات بحال هذه؟ شفنا برج العرب اللي كاين في دولة الإمارات أنه تم القصف ديالو، خبر حقيقي خبر حصري. شفنا السعوديه حتى هي بمدينه الرياض تم القصف ديالها. شفنا ايضا المطار ديال الكويت تم القصف ديالو. شفنا ايضا دوله قطر سقوط كثير من الصواريخ. علاش دوله امريكا ما كتحميش الاجواء ديال هاد الدول ديال الخليج، مع العلم ان قواعد امريكيه كاينين في اراضي ديال الشرق الاوسط اللي كاين في السعوديه والاخرى؟ علاش امريكا ما عاوناتهمش؟ هذا سؤال مهم. علاش امريكا ما عاوناتهمش؟ سؤال اكثر من مهم. كيفاش انا واحد القاعده عندي في الدوله ديالي كنعطيها الفلوس والاموال باش انا اللي كنخلص هذوك الجيش اللي كاين تما، هذوك الجنود اللي كاينين تما، انا كنخلصهم، انا كدوله كنخلصهم، وفي الاخير منين تيقصفوني انهم ما كيدافعوش عليا. اذا هذا سؤال مهم. السؤال الثاني وهو خامنئي، المسؤول الاول ديال دوله ايران، واش توفى ولا ما توفاش؟ عاش الرئيس ترامب قال لك راه توفى، لكن المهم وصلنا لواحد النقطه مهمه على ان المسؤول الاول ديال ايران توفى اللي هو خامنئي. هيئه البث الاسرائيليه اشنو قالت لك راه وصلنا واحد الفيديو اللي كيبين ان هذا المسؤول الاول ديال ايران خرجوه من تحت الارض، وما بغيناش ننشروا الفيديو، ما بغيناش ننشروه. علاش؟ كاين واحد المسؤول كبير، جاسوس كبير في ايران، ما بغيناش ننشروا الفيديو باش ما يعرفوش شكون هو الجاسوس اللي عندهم في ايران. ولكن الاعلام الايراني قال لك خبر كاذب. حنا غادي نشوفوا واش نيت ان المسؤول الاول تم التصفيه ديالو. علاش؟ الا كانوا صراحه الخبر حقيقي كاين نقولوا قوه، فهمتيني، نقولوا قوه باش نكونوا واقعيين. كيفاش ايران كبيره، كثير من الانفاق وكثير من الاماكن اللي يمكن له يتخبى فيها هذا المسؤول الاول. عادي جميع الرؤساء جميع الزعماء اذا كانت شي حرب راه كيمشيو تحت الانفاق، عادي جدا. كيفاش وصلوا ليه؟ المهم هذا الموضوع حتى هو غادي نطرقوا ليه. المهم هذه الحلقه هذه غادي نفصلوا فيها مزيان. اول حاجه، علاش امريكا ما دعماش دول الخليج وحمات لهم الاراضي ديالهم والاجواء ديالهم؟ باش تبين لهم الضعف ديالهم، باش تبين الدول ديال الخليج على انكم ضعاف، على انكم جبناء، على انكم بلا بيه، ان دوله امريكا انتم لا شيء. دوله السعوديه نقولوا الاخوان عندها واحد الدفاع ديالها، قدرات ان ما يسقطوش كثير من الصواريخ في مدينه الرياض، عكس دوله قطر، دوله البحرين، دوله الكويت، وايضا دوله الامارات. دوله الامارات صراحه قال لك اعترضت شي صواريخ ولكن ماشي صواريخ كامله. علاش؟ دابا ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتصل بملك السعوديه قال له ايوا دابا واش غتعطيني الاراضي ديالك والاجواء ديالك باش نقصف ايران، ولا صافي انت وايران دبر راسكم تقاتلوا انت وايران؟ انا القاعده الامريكيه ديالي ما غاديش تشارك في الحمايه ديال دوله السعوديه. اذا دوله السعوديه صراحه كيفاش غيكون الرد ديالها؟ حنا مستقبلا غادي نشوف واش وافقات ولا ما وافقاتش. على الصراحه غدا الا قصفات ايران السعوديه والسعوديه ما رداتش غيكون ضعف ويكون جبن. واخا السعوديين تيقول لك اننا السعوديه خسرت كثير من الاموال والشيدات البنيه التحتيه، ان ايران ما عندها لا بنيه تحتيه لا والو، ما يمكنش السعوديه تواجه ايران. علاش؟ ايران ما عندها والو، السعوديه عندها كثير من الاشياء اللي خسرتها. وهذا صراحه سبب غير مقنع. الا مشينا لامريكا في المواجهه ديال فنزويلا، واش امريكا خرجت قالت لك لا انا راني بانيه ناطحه السحاب وبانيه المنازل ومشيده البنيه التحتيه؟ وداك الشيء ما قالتش هذا الشيء، انها واجهت فنزويلا وخدات الرئيس ديالو من القصر ديالو. هذا صراحه باش تقول لي لا انا راني باني وهي ما خاسره والو، هذه ماشي خدماتي. كيفاش انت غتخسر على البنيه التحتيه وما تقدرش تواجه عسكريه، ما تقدرش تحمي البنيه التحتيه ديالك والمواطنين ديالك؟ اذا شنو هي الاستفاده؟ الاستفاده هي تكون قوه باش حتى شي واحد ما يتجرأ عليك، باش مين تكون كتشيد وداك الشيء ما تقدرش شي دوله تجرأ عليك. الا انت كنتي كتبني وكتشيد
واجواء ديالك مستباحه، كيف دغيا اللي بغى يهجم يهجم، واللي بغى يواجهك في شي مواجهه عسكريه تخسر معاه. اذا انت ضعيف، باش نكونوا واقعيين. والحمد لله راه جميع الدول العربيه راه مع السعوديه، باش نكونوا واقعيين، جميع الدول العربيه مع السعوديه. واخا ايران، حتى ايران راه دارت كثير من الاشياء اللي غير جيده في المسيره ديالها، والناتين تا هو دار كثير من الاشياء اللي غير جيده في المسيره ديالو، امريكا ايضا. اذا حنا مع السعوديه، اي قرار بغات تاخذ السعوديه راه جميع الدول العربيه مع السعوديه. اذا نتمنى نكون جاوبتكم على السؤال الاول، علاش امريكا ما حماتش دول الخليج باش تبين لهم الضعف ديالهم، باش تقول لهم بلا بيا انا راكم لا شيء. ولكن السعوديه كون صراحه من شحال هادي دارت تحالفات مع تركيا، دارت مع تحالفات مع باكستان، شي دول اللي تكون قويه اللي غادي يعاونوها في هذه الازمات هذه، كون ما طاحتش في هذا المشكل هذا. ولكن ماشي مشكل صراحه، السعوديه تضرب يد من حديد، فهمتي، ضرب يد من حديد، ونشوفوا مستقبلا شنو غادي يكون. المهم هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. نمشيو للسؤال الثاني اللي هو سؤال مهم ايضا. واش خامنئي المسؤول الاول ديال ايران واش انتهى؟ انه صراحه هذا الخبر هذا ما يمكنش يعرفوا. لو كان صراحه الخبر يقين، وعند امريكا الخبر اليقين، والناتين عنده خبر اليقين، راه ما يعطلوش. ولا كان عندهم شي فيديو راهم ينشروه في البلاصه، بحال دابا صراحه في الاغتيالات اللي كانت عند قوات الحق الاخوان في غزه، ان صراحه كانوا كينشروا اي حاجه كطيح عندهم، شي اغتيال قوي ولا شي حاجه كينشروه في البلاصه وكينشروه عبر القنوات ديال العالم. ولكن صراحه المسؤول الاول ديال ايران غير بغاو يديروا هذا الخبر هذا باش يضغطوا على الشارع الايراني ويخرج يدير واحد الثوره ضد ايران الاخوان كما قال الرئيس الامريكي، ولا يخرج خامنئي من المكان ديالو. علاش دابا يمكن الميريكان والناتين ما عارفينوش فين كاين، اذا كيبغيو يروجوا بحال هاد الاخبار هادي باش يخرج من المكان ديالو، ولا غير مكالمه هاتفيه، شي غير مكالمه هاتفيه يقدروا يعرفوا المكان ديالو. على الصراحه الميريكان واخا عندها واحد الاساليب خطيره، بالطائره كتطلق الصوت ديال الخامنئي الا تكلم غير عبر مكالمه هاتفيه يستقطبوا الصوت ديالو. هي عندها صراحه تقنيات، واخا حنا ما كنتصوروهمش، حنا كمواطنين عاديين ما كنستوعبوش اشنو عند الميريكان. صراحه الميريكان حتى هي راه قوه اخوان، وعندها كثير من الاساليب والتقنيات، ونتمنى نوصلوا ليها حتى حنايا، فهمتي، نتمنى نوصلوا ليها الا فكرنا خارج الصندوق. والمهم الخبر الاخير ديال وفاه خامنئي هو خبر صراحه بنسبه ديال 80% انه خبر خاطئ ومازال على قيد الحياه. علاش؟ ما يمكنش، ايران كبيره، وانهم صراحه علي خامنئي منين جات حامله الطائرات وصلت الاخوه للشرق الاوسط انه اختفى عن الانظار. ومعاه الحق، الا بان ولا شي حاجه راه يتم القصف ديالو، ولا يديروا له شي حاجه باش يغتالوه. لهذا مزيان الاخوان يختفي على الانظار، ونشوفوا امريكا واش غاديه تلقاه ولا ما غادياش تلقاه، والمستقبل غادي يورينا كل شيء. وتبارك الله عليكم والله يعاون.